يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. بصوا بقى، انا عايزه يعني اوريكم الاول انا زرعت كام واحده كرنب كده. في الاول قلت ايه علشان تاخد وتدي بقى مع الارض وتمسك شويه، يعني انا جبت الحاجات ديت وغرستها كده. وهنا زرعت حبه الخضره دول، بس الجو حر فطبعا الخضره يعني ايه مش نافعه اليومين دول عشان الجو حر، يعني بتتحرق بسرعه. بصوا بقى شويه الملوخيه دول، اصل انا مقسماها. شويه الملوخيه دول ما شاء الله عليهم هيطلعوا مره واحده يعني. وريهم يا مريم حاجه كده عسل العسل. ده شبت، وريهم الشبت. بصوا ده شبت اهو لسه بيطلع، وفي كزبره جنبه. ايه يا عمر اللي انت عامله ده؟ دي ايه دي؟ لا شيلها هنا، انت حطيتها على المانجا. شيلها. لا انا حطاها، ولا انتوا شلتوها؟ وانا زرعنا وطماطم. بصوا هنا بقى ده جرجير. دي شجره ليمون، انا قلت لكم قبل كده دي شجره ليمون. وهبتدي انضف مكان الحشيشه ديت عشان الزرع يطلع حلو. الجرجير ما شاء الله ابتدى يطلع هو، بحيث ان احنا نبقى نعمل سلطه كتير. القوطه ب 25 جنيه. وانا زرعنا القوطة بس لسه. تعالوا بقى هنا كده، هننزل بقى انا مش نازلة. خايفه على هدومك. هننزل بس ناكل البط واقيس معاكم البط. تعالي بقى اوريك، هقيس معاكم البط بالبيض واوريكم، عشان السؤال ده اتسال لي كتير قوي قوي على القناه. ازاي يا ساميه تعرفي ان البطايه بتبيض؟ فانا هقيس معاكم البط. اللي انا هقيسه دوت، البطايه اللي انا هقيس عليها ديت هتطبقوه على الوز وعلى الرومي وعلى الفراخ. تمام؟ يعني كده محدش يجي يقول اصل انا عندي وزه اقيسها ازاي او اعرف ازاي عليها بيضه. لا انا هوريكم دلوقتي. وبما ان ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اوعي يا عمر كده وريها. بما ان بسم الله ما شاء الله انا عندي كميه دكوره كتير مع نوتش، وفي دكوره اكتر من النوتش، فانا هضطر ان انا افضي شويه بكره باذن الله اذبح يعني من الدكوره دي. هوريها لكم دلوقتي بحيث ان ادي فرصه للنوتش مع دكر واحد او دكرين بس. هننزل بقى، هفصل معاكم على ما انزل. بصوا انا هفضلهم الاول الاكل دوت. دي فوائد وحاجات في البيت، كنت بغسل المواعين دلوقتي وطلعت بواقي الاكل. ونشوف بقى احنا هنستغنى عن ايه ونسيب ايه، ونقيس مع بعض الخط بقى ونقول بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دايما الذكر بيبقى اكبر من النتايه، برضو الناس بتقولي نعرفهم ازاي. الذكر بيبقى وشه احمر واكبر من النتايه كده، عشان نبقى عارفين. هوريكم الذكر هوريكم النتايه. بصي يا عمر انت كده هتبهدلنا، احنا ندخلهم جوه ونبتدي نمسك بقى ايه اللي احنا هنصوره. تمام؟ ابعدوا بس. بصوا بسم الله ما شاء الله. وبعدين بصوا ده كده بيبقى الذكر ماشي. بصوا بيبقى وشه عامل ازاي، وشه احمر وبيبقى اكبر من النتايه. او بسم الله ما شاء الله هم عافيين، لانهم هم اصلا في السن دوت ان هم شغالين، يعني هم بيكسروا على النوتش عشان كده بيجيبوا انتاج. بس انا مش محتاجاهم، فانا هضطر يعني انا هذبحهم نعمل عليهم بقى محشي. طيب مواصفات الذكر ايه بقى السليم الحلو؟ انا كنت عملت لكم فيديوهات قبل كده على البط. يكون وشه احمر زي كده، يكون بسم الله ما شاء الله بيقعد يحبي كتير، اللي هو الصوت بتاعه دوت. هو عمر بيقول لكم. ماشي. وبيبقى بقى بالحجم ده الله اكبر، يكون ايه حاجه كده حلوه. طيب دولت احنا هنذبحهم، اوريكم بقى ازاي نقيس البطايه. تمام؟ بصوا دي كده نتايه، دي يعني خدت طلعت عندي مرتين ما شاء الله. اللي جوه ده في عيال منها، يعني في عيالها. هي حجمها صغير بس بسم الله ما شاء الله بتحضن حلو، يعني بترقد على البيض كويس، بس هي حجمها صغير. فاحنا يستحب ان احنا ننقي حاجه تكون البطايه. بصوا كده تكون البطايه من هنا عريضه. بصوا كده اهو، تكون البطايه من هنا عريضه، صدرها عريض. بصوا خلوا بالكم بقى من الحاجات اللي زي كده. شايفين الحاجات دي ممكن تقطع رجليهم، باينه يا مريم في التصوير؟ يعني ده خيط كده لافف على رجليها، يعني لولا ان انا بصور، لولا ان انا خدت بالي. فاحنا هنفكه دلوقتي علشان مع الوقت كان ممكن يقطع رجليها. بصوا الصدر ده بيكون عريض، احنا فكينا طبعا اللي في رجليها. بصوا معلم ازاي، يعني لو احنا كنا نسينا عليها كان زمان رجليها دي اتقطعت. طيب الصدر ده بيكون عريض، وهي بتكون طويله لورا، ريحها طويل. فطبعا دي المواصفات الصح للنتايه بتاعت البط. يكون وشها احمر حلو كده زي عمر. بحيث ان هي ترقد على البيض، يعني ترقد على اكبر كميه من البيض، يعني البيض وتحط لها كمان مع بيضها بيض فراخ.
فترقد وتطلع. بسم الله ما شاء الله. نقيس بقى علشان الناس دايما اللي بتقعد تقول لي اقيس ازاي واعرف ازاي طيب بصوا، في هنا عظمتين، في هنا عظمتين، لو حطيتوا ايديكم كده تلاقوا عظمتين. دلوقتي هي صباع واحد اهو، الصباع ده بيخش ما بين العظمتين. طب لما بتبتدي توسع شويه يبقوا صباعين، لما تبتدي بقى تبيض يبقوا 3 صوابع بيخشوا ما بين العظمتين. يبقى كده البطيه ديت بتبيض، وبسم الله ما شاء الله عليها بيضه. وبتشوفوا يعني بتحسوا بالبيضه تحت، بتحسوا بالبيضه تحت ايه؟ تحت ايديكم. مساحه مرمى كده تحت ايديكم كده، يعني تحطوا صوابعكم ما بين العظمتين، بيكونوا عظمتين موسعين على الاخر، وتلاقوا البيضه تحت ايه؟ صابعكم. الموضوع ده بتطبقوه على الفراخ والوز والبط. تمام كده. وعلى الرومي يبقى كده ايه؟ خلاص. طيب هسيبها بقى. طيب بالنسبه لساميه البط بيرقد قد ايه؟ بيرقد 30 يوم في الصيف و33 ل 35 يوم في الشتاء. كده احنا متفقين، في الصيف حاجه وفي الشتاء حاجه تانية. والفراخ بترقد 21 يوم، والوز زيه زي البط، والرومي زيه زي الفراخ. احنا كده متفقين في الطيور كلها. طبعا انا عندي فراخ فوق وعندي حمام فوق، بس لسه مصورتش عنه. ان شاء الله باذن الله اخف بس الحاجه اللي انا بقول لكم هذبحها ديت، وابتدي انزل حاجه فوق عشان يبقى اصور لكم في النور. ويلا بينا بقى عشان عمر عايز يروح يصطاد، واحنا جايبين كده حاجه اسمها جوبيا. هروح انا هو نصطاد عشان ما يزعلش. شغلتي تاني؟ خدي يا جوزي. جيبي الكرع يا بابا. هاتي. امسك كده مني. هاتي العيش. حطي جواها رغيف العيش كده. نقفل بس بالسوسته الاول. نجيب السوسته. السوسته باينه كده دي. خدي يا جدي اللي بقى مركزه. خد انت بقى احدفها يا عم. نقعد بقى ونسيبها شويه، نسيب لها بقى الحبل براحتها.